يا مساء الفل، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل مع بعض تورته الفراوله كده. سهله جدا وشكلها زي ما انتم شايفين، يعني بتحكي عن نفسها حلو قوي، وكمان ما خدتش وقت. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد، ونبدا مع بعض الفيديو. اللي اول مره يشوفني، انا مها، ودي قناتي ماهي ومورستان. ويلا بينا نبدا مع بعض. إيه دي؟ كيكه مقاس 20، عملتها في حله عاليه بتاعه الكيك بربع كيلو دقيق اسبونج و3 بيضات. هبدأ أقشر الوش بتاعها كده زي ما احنا شايفين، وابدأ أقسمها بالمنشار طبقات على مقاس رقم 8. ظبطت المنشار على مقاس رقم 8، وهبدأ أقطعها كده طبقات رفيعة بس كتيرة. قطعتها كده بالمنشار وضربت الكريمة بتاعتي. بصوا هي في حتت كتيرة متقطعة من الكيك، بس عادي جدا كله هيمسك في بعضه دلوقتي. حطيت كده أول ديسك وسويته، وهبدأ بقى اسقيها. بس خليط التسقية بتاعي النهاردة مختلف شوية. حطيت اللي هو الصوص بتاع الكراميل بس خففته. بدل ما اعمل مية بسكر، لا انا عملت الصوص الكراميل خففته بمية، وبدأت اسقي بيه كده التورتة بتاعتي. اداها طعم حلو قوي، يعني استبدلت السكر بالكراميل. وبدأت بحط اول طبقة كريم جانتيه. قطعت فراولة كده مكعبات وبدأت أرصها على طبقة الكريم جانتيه. ممكن جدا تستبدلي الفراولة، طبعا هي تورتة فراولة فأنا مش هستبدلها بأي فاكهة تانية. بس كان ممكن الفراولة دي تبقى صوص فراولة، يعني ممكن نعمل الفراولة دي صوص كده زي ما عملناها قبل كده في تورتة قبل كده. وممكن انا حطيتها كده زي ما هي، حطيت الفراولة كده مكعبات كده زي ما هي، حطيتها شيال على النار ولا حاجة. الديسكات بقى اللي اتقطعت مني كده عشان التورتة بس كانت طرية وانا ما بيتهاش يوم. فالديسكات اللي اتقطعت مني هبدأ بقى احطها كده على الكريمة، هتلزق لوحدها يعني ما فيهاش مشكلة خالص. وهتمسك كل الطبقات، هتمسك في بعض دلوقتي الكريمة بخليط التسقية مع الكيكة، كله هيمسك في بعض. هبدأ احط بقى طبقة الكريمة التانية، واحط برضو بعدها طبقة الفاكهة او الفراولة يعني. ممكن تحطي معاها مكسرات، ممكن تحطي معاها شوكولات شيبس الابيض، هيبقى حلو قوي. دي تاني طبقة. بصوا بقى هبدأ كده اخلص كل طبقات الكيك اللي معايا. انا عملتها تقريبا 5 طبقات، بس زي ما قلت لكم طبقات رفيعة، لغايه ما وصلت بقى الطبقه اللي فوق اللي هي اخر طبقه دي. هبدا اسقيها كتير. كنت المفروض شلت الحته اللي هي على الوش دي، بس انا ما شلتهاش يعني، بس هي المفروض تتشال. خلاص كده هدي بقى طبقه كيكه كده رقيقه خالص. انا ضربت هنا كوبايه كريم جانتيه اللي هي ريتش المتحده او هايبر، وضربت معاها نص كوبايه كريمه لباني، ومعلقتين نص فانيليا، و معلقتين لبن بودر، وكمان كوباية ونص لبن، بس يكون ساقع متلج فيه قطع تلج يعني. وضربت بقى الكريمة كويس، وبدأت احط كده من فوق. بس كده هسوي بقى الكريمة من على الأطراف. كانت المفروض تتحط طبقة كريمة تانية علشان تبقى ناعمة أكتر من كده، بس الحشو الفواكه كان كتير قوي فخارج من الحروف. وكمان كان طلب العميلة اللي طالبة التورتة ما يبقاش كده عليها كريمة كتيرة، يعني من بره كانت عايزاها كريمة بتاعتها قليلة شوية. هبدأ أعملها كده بالسكرابر المشرشر. اهي هبدأ أمسح بقى البورد بتاعتي كويس من الكريمة. وده جيلو فراولة، بستعمل كواليتي، دي الفراولة بتاعتي. آه غسلتها ونضفتها، وهبدأ أدهنها كده بجيلو الفراولة علشان الفراولة ما تبقاش باهتة كده ويبقى شكلها حلو وبيلمع. هبدأ بقى أرص كده الفراولة. هسيب بس أول حتة عشان أعمل فيها بولات كريم جانتيه، فهبدأ من جوه شوية. هبدأ بقى ارص كده الفراولة بتاعتي. بصوا الجيلو الفراولة بيلمعها قوي، وكمان طعمه خرافة بتاع كواليتي. انا جربت المتحدة ما عجبنيش، بس بتاع كواليتي جيلو الفراولة بتاع كواليتي حلو قوي، عجبني جدا. العلبة تقريبا 400 جرام ب45 جنيه. رصيت كده الفراولة زي ما احنا شايفين، وبعدين حطيت من على داير ما يدور كده، حطيت بولات كده كريم جانتيه. وده جيلو فراولة برضو حطيت بيه، عملت دريبات كده. ممكن تستغني عن الخطوة دي، يعني انا بصراحة بعد ما عملتها ندمت عليها، بس ما كانش ينفع اغيرها بقى.
او كان ممكن الدريبات تتعمل الاول وبعدين نعمل بولات الكريم شانتيه اللي فوق الروزيتات دي. بس عندي بقى ايه سبرينجلز اللي هو الابيض كبير والذهبي، حطيتهم بالتبادل مع بعض، واحده ذهبي واحده ابيض، برضو اديت شكل حلو قوي للروزيتات، يعني برزت كده الروزيتات. بس كده حلوة قوي وسهله جدا مفيهاش اي حاجه خالص. ده اللي هو شوكليت شيبس الابيض، حطيته كده رصيته من تحت داير ما يدور التورته. كنت هعمل روزيتات كريمه بس لقيت يعني التورته يا دوبك على قد القعده، ما كانش فيه سبيس كبيره او مساحه كبيره اعمل فيها الروزيتات الكريمه، فاكتفيت ان انا ايه عملتها حزمتها كده من تحت بالشوكليت شيبس الابيض. بس كده هبدا بقى احطها في العلبه. شكلها كان حلو قوي وطعمها كان بجد وهم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، وكمان تعملوا لي اشتراك في القناه او فولو على الفيسبوك. ولي اي سؤال او اي تعليق او اي استفسار اكتب لي في الكومنتات، واكيد اكيد هرد عليه بسرعه. اللي ليه اي اقتراحات في الفيديوهات الجايه برضه يقول لي في الكومنتات، وبستمع لكل اقتراحاتكم، بحب كل كلامكم، وبحبكم جدا جدا، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.